السلام عليكم يا أحلى متابعين. بنبدأ كلامنا بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وما تنسوش دعمنا باللايك والشير للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا إشعار بكل جديد بنعمله. فيلمنا النهاردة بيبدأ في القطب الشمالي، بيكون بروس وين اللي هو باتمان واقف قدام جثث متجمدة، وبيكون باتمان معاه جريسون وبيدوروا على حد عايش على السفينة بتاعة البعثة، لكن مش بيلاقوا غير جثث متجمدة. وباتمان بيفضل يدور وجريسون بيلاقي مذكرات القبطان كابل بوت، وكاتب فيها ان في اليوم الثالث من البعثة كانوا الرجالة متوترة والكلاب مش راضية تسيب السفينة، كان المكان فيه حاجة مخوفاهم، والأغرب ان القبطان ذات نفسه حس نفس الإحساس. وفي اليوم السابع مفيش حاجة اختلفت غير ان الخوف زاد، والقبطان مش بيقدر يهدي الكلاب فبيضطر ان يقتلهم كلهم، والبشر الباقيين منهم اللي اتجنن ومنهم اللي هرب ومنهم اللي مبقاش يتحرك ولا يفتح بقه نهائي، ومبقاش غير القبطان وهو بيقول انا سمعه بيناديني وبيقول لي انا جاي. في الناحية التانية كان باتمان مكمل تدوير، فبيلاقي وحش لونه ازرق ومليان حبوب، فبيجي ساعتها وراه علشان فاكر ان هو القبطان كابل بوت، وبيقع باتمان على وشه وبيلاقي نفسه قدام كهف. بيدخل الكهف ده وبيشوف جواه شخص، ولما بيقرب بيلاقيه بيكسر في الجدار، ولما بيسأله باتمان هو انت كابل بوت بيقول له لا مش كابل بوت، بيقول له ان كابل بوت دلوقتي بقى شيء اخر، الشيء اللي كان دايما مقدر ان هو يبقى عليه. فساعتها بقى باتمان بيقول له ليه انت جراندون، بيرد عليه وبيقول له جراندون سابقا دلوقتي هو اختارني بنفسه علشان اوصل رسالته للعالم. باتمان ساعتها بيسأل نفسه مين بالظبط اللي اختاره واختاره ليه، وفي الوقت ده بيكون بيكسر في الحيطة علشان يحرر الوحش ده من التلج وينتقم من البشر كلهم. ساعتها باتمان بيبص في عين الوحش ودماغه بتوجعه جدا، وجراندون ساعتها بيقول له انك تبص في عينه دي حركة جريئة جدا وممكن تتجنن بسببها، وبيكمل وبيقول له ان هو نفسه علشان يخدمه شال عينيه من مكانها وبيكون شكله مرعب جدا، وباتمان بياخده معاه، لكن جراندون بيقول له سيبني احرر الوحش، وبيخلي ساعتها بطريق متحولة تهجم على باتمان. بيروح بعد كده علشان يكمل تكسير في الجدار، وفعلا الجدار بيتكسر وبيخرج منه مجسمات الاخطبوط، وبيحط جزء من مجسماته ببقه جراندون وبيرجع تاني جوه الجدار. في الوقت ده بيكون باتمان هزم البطاريق وبيلف يلاقي جراندون جاي بالفاس علشان يكمل عليه ويقتله، لكن باتمان بيضربه بالبوكس في وشه. بعد كده بيقول له ان الوحش هيطلع يدمر البشر وياخد حقه، لكن باتمان ساعتها بيجيب متفجرات وبيفجر الكهف كله باللي فيه علشان محدش يعرف مكان الكهف ده ويخرج منه الوحش اللي عايز يدمر البشر، وبياخد جراندون معاه وهو مغمى عليه وبيركبوا معاه السفينة علشان يرجعوا لبيتهم. وبيكون باتمان بيقرا في مذكرات القبطان وبيكون قلقان لان مكتوب فيها ان في طائفة قديمة ليها علاقة بجسام، وواضح ان جسام في خطر. فساعتها بيقرر ان هو بعد 20 سنة من الابتعاد عن جسام هيرجع تاني علشان يهزم كل المجرمين وينقذ جسام من جديد من الخطر اللي وقع عليها. بعد كده لما بيوصل جسام بيفتكر كل اللي حصل في الماضي واللي موجود في كل افلام باتمان اللي فاتت، وهو مشهد قتل ابوه وامه، لكن المرة دي كان القاتل ماسك سكينة مش مسدس. بعد كده باتمان بيوصل بيته والفريد بيقول له ان اوليفر كوين عزمه على العشاء بمناسبة رجوعه لمدينة جسام، لكن باتمان بيطنش الفريد خالص لانه بيحس ان في حاجة غلط ولسه هيفكر في ايه. بيلاقي المساعدة بتاعته صرخت، ولما بيطلع يشوف في ايه بيلاقي جثة في نص الصالة، وبيلاقي ساعتها مخالب ذئب على الجثة. بيقرب من الجثة وبيتخض لما بيلاقي انها مرة واحدة اتكلمت وبيقول له انا لانجستروم. بيكون باتمان هو الوحيد اللي شاف اللي حصل ده. بيروح بعد كده علشان يلبس ويروح حفلة عشاء اوليفر كوين، وبيلاقي شخصية هناك اسمه بلات، وبيكون داخل القاعة وبيقول له انا بشوف اللي اغلب الناس مش بتشوفه، وبيقول له ان في سنة 1908 في شهر يونيو يوم 28 شفت بعينيك موت ابوك وامك، وبعدها بكام سنة انطلقت في رحلة تتعلم فيها كل الفنون القتالية وفنون الدفاع عن النفس وعلم النفس وكل حاجة ليها علاقة بالقتال والتعذيب. وانا عارف انك باتمان على فكرة، ومع اني عارف حاجات كتيرة لكن مسموح لي اقول لك 3 حاجات بس. اول حاجة انك تبحث عن روحين، روح متغطية بالخفافيش وروح متغطية بالنار. تاني حاجة علشان تكسب في حربك الجاية لازم بروس وين يموت. تالت حاجة قبل ما جسام يتم انقاذها لازم تتحول لرماد من الاول. وقتها باتمان بيضحك ومش بيصدق اي حاجة من اللي بلاد قال لها، وساعتها بلاد بيتحول لشيطان وبيقول له انا مش عدوك يا بروس، اتاكد انك لما تواجه عدوك هتشوفني تاني، وساعتها بيسيبه وبيمشي. باتمان بيكون مصدوم من اللي شافه بس بيكمل طريقه لحفلة العشاء بتاعته، وفي العشاء بيكون اوليفر كوين عازم هارفي علشان يتعشى معاهم وبيقعدوا كلهم يتعشوا. ساعتها بروس بيسأل هارفي على اسم لانجستروم ودي الجثة اللي كانت عنده في الصالة. ساعتها قال له انه كان عالم وكان مهتم بدراسة الخفافيش بس مؤخرا اتجنن وقال له انه تحول لخفاش. ساعتها باتمان بيطلب من اوليفر كوين ان يبات عنده النهارده علشان الفريد لسه بينظف البيت من الغبار. فعلا اوليفر كوين بيوافق، وباتمان بعد كده بيوصل للمختبر بتاع لانجستروم وبيلاقي هناك شوية مجرمين،
فبيتغلب عليهم وبيلاقي على الأرض علامة زي علامة الشيطان وشموع، وواضح كده إن كان في طقوس بتحصل هنا. يفتح بعد كده إضاءة فوق بنفسجية وبيلاقي آثار أقدام وخطوط لحد السقف، وبتتبع الخطوات دي وبيلاقي مذكرات لانجستروم كان بيقول فيها: انت لو بتقرا مذكراتي دلوقتي فانا الدكتور لانجستروم، وتقريبا مت وانا شاكك ان في هلاك عظيم هينزل على العالم وبالذات مدينة جسام، ولو فاكر اني مجنون انت حر تصدقني او ما تصدقنيش، بس الخفافيش بتكلمني وبتقول ان في شيء قادم على واقعنا، شيء متشوق لاكل واقعنا بالكامل والسيطرة عليه لقرون طويلة. طائفة بتسمى بطائفة الغول ساعد بكل طاقتها لفتح الباب اللي بيمنع الكائن ده يخش على عالمنا، ودلوقتي آن الأوان، ولكن في أمل بسيط. الطائفة محتاجة كتاب اسمه عهد الغول علشان يفتحوا بيه الباب، وطالما الكتاب ده بعيد عن ايديهم احنا في امان. باتمان ساعتها بيستنتج ان كابل بوت كان معاه الكتاب ده، فبيتصل ساعتها بمدير الجامعة اللي كان شغال فيها وبيقول له انه محتاج كتاب عهد الغول، لكن العميد بيقول له انه ما يعرفش عنه حاجة. بس لما بيقفل الخط بنشوفه انه كان بيطلع كتاب من خزنة مستخبية وكان بيكذب على باتمان. باتمان بعد كده بيكون مراقبه من بعيد وشايف الكتاب في ايده. تدخل بعدها بنت اسمها تاليا عليه وبتطلع كائن بيدخل في ودانه وبيحوله لشيطان قوي جدا، وبتاخد ساعتها الكتاب منه. وباتمان لما بيحاول انه يوقفها الشيطان بيضربه وبيكون قوي، بس ساعتها باتمان بيضربه فجأة وبيوقعه. بينزل بعد كده وراه باتمان وبيظهر بلات وبيدافع عن باتمان وبيعطل الشيطان عقبال ما باتمان يروح لتاليا. بيوصل عندها وبيقول لها اديني الكتاب، لكن فجأة بيلاقي وراه وحش ضخم من اللي قبله، وبسرعة الوحش ضرب باتمان بالقلم وبيفضل يضرب باتمان من كل اتجاه، لكن باتمان بيقدر انه يقوم تاني ويخلص على الوحش بضربته القاضية. باتمان بعد كده بيروح بيته بالعافية بسبب المعارك اللي خاضها كلها، وبيحلل الدم بتاع الوحش اللي على بدلته علشان يعرف نقطة ضعفه علشان المرة اللي جاية يقدر يخلص عليه بسهولة. بتكون ساعتها السفينة اللي عليها جراندون اتجمدت، وحتى المساعد اللي كان سايبه باتمان يحمي جراندون اتجمد هو كمان. يخرج بعدها الوحش اللي كان بيضرب باتمان وبيضرب المساعد بتاع باتمان وبيفك جراندون وبيهربوا. في الوقت ده بيكون بروس في المختبر وبيقرا كتاب في السحر الاسود، بيلاقي في الكتاب ان كان فيه كاهن اسمه راس الغول، انه كشف مخبأهم السري وقدر انه يسرق كل اسرارهم وهرب. ساعتها كان هدفه انه يخدم رئيسه واللي اسمه يوغاسوس، وكان هدفه انه يجيبه من العالم الخارجي لعالمنا. وبننتهي المشهد لتاليا وبتكون بتعمل طقوس علشان ترجع راس الغول من جديد، وبعد تعويذ وطقوس كتيرة بيرجع راس الغول من الموت وبيقول لها اهلا يا بنتي، وبنعرف ان تاليا تبقى بنت راس الغول. راس الغول بيقول ان عدت سنين طويلة ويوغاسوس كان بيحاول يجي العالم بتاعنا، وانه كان بيصرخ وبيخربش في الباب اللي مش عارف يفتحه، بس دلوقتي احنا هننزل لحجرة الافاعي علشان نحرره. في الوقت ده بيدخل عندهم الوحش وجراندو، وبعد كده بيوصلوا لحجرة الافاعي اللي بيتم فيها الطقوس. باتمان بيجي وبيقاطع راس الغول، فساعتها تاليا بتقول له كمل انت يا بابا وانا هقضي عليه، تبدا معركه جديده ما بينهم. لكن باتمان بيقدر يمسك تاليا وبيقول لراس الغول وقف اللي بتعمله ده يا اما هقتل لك بنتك، لكن لسوء الحظ بيكون خلص والتعابين اتحررت وبتخرج من جديد علشان تحدد مكان يوغاسوس. الارض ساعتها بتتشق وبتبلع باتمان وبيقع في بحيره في قاع الكهف وبيغرق. تقدر بعد كده التعابين انها تخرج من كل البلاعات اللي في المدينه وتهاجم الناس، وباتمان بيكون ما ماتش وبيخرج مع التعابين من البلاعه. ساعتها بقى كان في خفافيش في الجرس هجموا عليه وقالوا له ان النهارده هنوريك شكل يوغاسوس وانك تقدر تبص ليه، بس لو بصيت له هتبقى مجنون والجنون هيفضل معاك للابد. فعلا بيشوف بعد كده شكل يوغاسوس وبيكون مرعب. بعدها بينتهي المشهد لتاليا وابوها وبيسمعوا في الراديو ان هارفدنت بقى العمده الجديد لجسام، وده بيطمن راس الغول وبيقول له انه خلاص عرف الحل، والحل هو هارفدنت. بيقوم راس الغول وبيموتوا بعد كده جراندون، وساعتها بيخرج المفتاح على شكل بنت. باتمان وقتها بيكون واقف في الكهف مصدوم وبيكلم نفسه، لكن بنفهم بعدها ان بيكلم الجثه بتاعت لانجستروم وبيساله عن مكان الباب. ساعتها قال له محدش يعرف غير الخفافيش. قال له باتمان ان بلاد شرح له ان الحل في روحين، روح متغطيه بالنار وروح متغطيه بالخفافيش، لكنه معرفش ياخد من لانجستروم اي معلومات زياده فسابه ومشي. هارفدنت بعدها بيقابل البنت اللي هي المفتاح، ولما بتلمسه بتطبع عليه زي علامه. اما اوليفر كوين بيكون بيتكلم مع المساعده بتاعه باتمان وبيقول لها ان من 300 سنه ابوه اتحول وبقى شرير ونفذ اعمال كتيره مش كويسه، ومن ضمنها كانت قتل توماس ومارس وين اللي هم ابو وام باتمان. وساعتها من بشاعه العمل اللي عمله ايقظ يوغاسوس اللي في يوم من الايام هيدمر جسام باللي فيها، وعشان كده اقسم انه يصحح خطأ ابوه، انه هو هيستعد ويجهز نفسه علشان لما يوغاسوس يظهر يقتله بنفسه، وده اكيد الوقت المناسب. بعدها لما بتمشي المساعده بتيجي البنت المفتاح وبتهاجم اوليفر كوين وبيحاول يقتلها ويهزمها، لكن بتصاب اصابه خطيره وبيكون عارف انه خلاص هيموت، فبيقوم مفجر المكان باللي فيه. باتمان وقتها بيوصل متاخر وبيكون اوليفر كوين خلاص بيحتضر، وبيقول انه عمل اللي عليه وقتل البنت اللي كان راس الغول هيستخدمها. وبيعترف ساعتها لباتمان ان ابوه هو اللي قتل ابو وام باتمان، لكن باتمان بيسامحه وبيموت وضميره مرتاح.
اما هارفدنت بسبب العلامة اللي البنت عملتها عليه نص وشه اتحول وبقى شكله بشع جدا. وبعد فترة قصيرة بيقرر باتمان انه يروح لباربرا جوردون اللي هي بنت المفتش جوردون، وبيكون طالع عليها اشاعات انها بقت مشعوذة. وقبل ما يروح بيقول للمساعدة بتاعته انها مسؤولة عن الكهف بتاع باتمان لحد لما يرجع. وبعدها بيقابل واحد اسمه توماس وين اتولد سنة 1585، وكان من اول المستعمرين اللي جم للقارة اللي اسست مدينة جسام. لكن اول سنين العيشة في جسام كانت صعبة جدا، مفيش اراضي زراعية والشتاء قاسي جدا عليهم، لحد ما واحد اسمه كابل بوت اكتشف شيء مدفون تحت اراضي جسام. فساعتها توماس وين ولانجستروم وهنري كوين راحوا مع كابل بوت للمكان اللي لقاه، وساعتها فرجهم على كتاب اسمه عهد الغول. في الوقت ده من يأسهم قرروا انهم يقروا الكتاب ده، وعملوا شوية حاجات معينة انقذوا من خلالها جسام وازدهرت اكتر من توقعاتهم اللي كانوا بيحلموا بيه. وبعد معرفة اللي عملوه لانجستروم انتحر، وكابل بوت راح القطب الشمالي يعيش لوحده، وهنري كوين قتل توماس وين وبعدها موت نفسه. ساعتها توماس وين بيقول لبروس لسه الاوان ما فاتش، دور على الباب وانقذ العالم، وعلشان تنقذه لازم تتعدى حدود المنطق والعقل. وبعدها لما بيفوق بروس وين بيروح ويعمل طقوس هو كمان علشان يكلم الخفافيش ويوصل للحقيقة. وبيقولوا له انت الوحيد اللي تقدر تمنعه يا باتمان، وعشان تمنعه لازم تضحي بنفسك. فلما اتأكدوا انه جاهز قالوا له ساعتها على مكان يوغاسوس. وبعد كده بيروح يلاقي هارفدنت نصه متبهدل وملزوق في الجدار ومكون باب سحري. بيدخل باتمان من الباب ده وبيشوف راس الغول بيعمل الطقوس الأخيرة علشان يجيب يوغاسوس للعالم. بيروح علشان يمنعه، فبيلاقي تاليا واقفة ما بينه وما بين راس الغول، ويبدأوا هما الاتنين يضربوا ببعض. بس باتمان بيموتها بعجوبة، وبيوصل ساعتها لراس الغول وبيقول له أنا وأنت بس دلوقتي. قبل ما يكمل الجملة راس الغول بيحرقه وبيفتح ليوغاسوس، لكن باتمان بيقدر يقوم وبيوصل لراس الغول وبيطعنه في ظهره وبيرفع الخنجر وبيقسمه نصين، وبيقول له ان الطقوس خلصت وبيتحول لكائن ضخم، وبيقول له اسمي بقى كاسولو مش راس الغول، وبيضرب باتمان وبيقتله. فلما بيموت بيتحقق الشرط التاني بتاع بلاد، واللي هو لو عايز تنتصر لازم بروس وين يموت. فبيتحول ساعتها الخفاش وبيضربه كاسولو لحد ما بيموته وبيقطع راسه. ساعتها بيكون وصل خلاص يوغاسوس عالمنا وبدأ تدمير كل شيء، وباتمان مش بيكون قادر عليه. حتى وهو بيبص في عينه ساعتها بيرمي ازازه كان بلات محبوس فيها وبيحرره وبيقول له عملت مهمتك يا باتمان وانا هكمل واساعدك. بس هنا في تذكير صغير، وان في شرط تالت من شروط بلات لسه ما اتحققش، وان مدينه جسام هتتبني من الرماد، يعني هتبقى الرماد وتتبني من جديد. ساعتها بلات بيضحي بنفسه بيقتل يوغاسوس تحت مدينه جسام، والمدينه بتتحرق كلها بالنار وبيموت كل اللي فيها بما فيهم باتمان. بعدها مؤسسه وين بتعيد بناء المدينه، وبيعلنوا ان المساعده بتاعه باتمان واللي اسمها برايت كين بقت الرئيسة المؤقتة لشركة وين، وجسام بتبتدي بداية جديدة مع ناس قليلين جدا. كده يخلص الفيديو بتاعنا النهاردة. لو عجبكم ما تنسوش دعمنا باللايك والشير للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا إشعار بكل جديد بنعمله.